تعرف يا دودو مين كروز الديار المصرية؟ ماري مرقس الرسول طبعا. ممكن تحكي لي حكايته؟ معنى اسم مرقس مطرقة. اتولد ماري مرقس من عائلة يهودية. أمه كان اسمها مريم وأبوه اسمه أرسطو بولس، وعاش طفولته في منطقة القيروان. لما كبر رجع مع أبوه وأمه لأورشليم بلدهم الأصلية، وتعرف ماري مرقس على ربنا يسوع وآمن بيه، وأصبح من 70 رسول اللي اختارهم ربنا يسوع بنفسه مع التلاميذ 12 علشان يخدموا معاه. أكيد ماري مرقس استلم تعليم من ربنا يسوع نفسه، وأكيد كمان شاف معجزاته، وعلشان كده الكنيسة بتلقب ماري مرقس ب3 ألقاب: ناظر الإله، والتلميذ الطاهر، والرسول. كمان مريم أم ماري مرقس من النساء اللي خدموا ربنا يسوع واستضافته في البيت عندها. وفي بيت مريم ربنا يسوع أسس سر الإفخارستية، علشان كده بيت مريم أم القديس ماري مرقس هو أول كنيسة مسيحية في العالم. بعد صعود ربنا يسوع للسماء حل الروح القدس على التلاميذ والرسل، وبعدها بدأ التلاميذ ومعاهم ماري مرقس يبشروا في أورشليم وأماكن تانية كتير. ماري مرقس جه هنا في أرض مصر ودخل مدينة اسكندرية، وأول ما دخل حذاءه اتقطع. يا خبر! وعمل ايه؟ راح عند واحد إسكافي اسمه إنيانوس علشان يصلح الحذاء بتاعه. لو سمحت، ممكن تصلح لي الصندل ده؟ اصله اتقطع مني دلوقتي وانا ماشي. حاضر، تحت امرك، اتفضل استريح. اي المكراس دخل في ايدي، اشفيني يا الله الواحد. يا رب يسوع، احنا ولادك وملناش غيرك، ارجوك اتحنن وتمجد واشفيله ايده. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انت كنت بتصلي لمين؟ وازاي شفيت ايدي؟ انا صليت لربنا الله الواحد الاله الحقيقي، هو اللي شفاك. تحب احكي لك عنه؟ انت تعرفه؟ انا مش بس اعرفه، انا شفته وهو بيشفي المرضى وبيقوم موتى. الله هو اللي خلق كل شيء، السماء والارض والزرع والمطر، وجه وعايش وسطنا. معقولة؟ انا الخاطي ربنا عايزني اعيش معاه؟ ايوه، ربنا بيحبنا جدا وبيسامحنا مهما غلطنا، بس بشرط اننا نتوب ونعترف ونتناول. يلا بينا على البيت عندي، نفسي قرايبي واصحابي وكل الناس يعرفوا ربنا الحلو ده. وبعدها آمن إنيانوس بربنا يسوع هو وأهل بيته، وعمدهم ماري مرقس، وكانوا هم بداية الكرازة المسيحية في مصر كلها. ده كده ماري مرقس هو اللي وصل لمصر الإيمان بربنا يسوع. فعلا هو اللي أسس الكنيسة في مصر، ورسم ماري مرقس إنيانوس أول أسقف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورسم معاه 3 كهنة و7 شمامسة، وبدأت الكنيسة تكبر والإيمان ينتشر يوم ورا يوم. وكده ماري مرقس هو أول بطرك في الكنيسة القبطية، وفضل الإيمان يتنقل من بطرك لبطرك لحد البابا شنودة 117، وبعده البابا توادرس البطرك 118، وكل بطرك بيسلم نفس التعليم اللي استلمه من اللي قبله.
علشان كده بنسمي الكرسي اللي بيجلس عليه البابا الكرسي المرقصي. بالظبط كده، ماري مرقس عمل حاجات كتير علشان يوصل لنا التعليم المسيحي. أسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ودي كانت مصدر للمعرفة اللاهوتية في كل العالم. اللي عايز يعرف حاجة عن الإيمان كان بيجي علشان يتعلم منها. كمان ماري مرقس وضع صلوات القداس الإلهي وسلمه للقديس إنيانوس وكل اللي معاه. كمان ماري مرقس كتب واحد من الأناجيل ال4، هو إنجيل مرقس، وفيه بيحكي عن حياة ربنا يسوع اللي عاشها معانا على الأرض. وبكده ماري مرقس نفذ وصية ربنا اللي بتقول تحفظون التعليم كما سلمتها إليكم، كورنثوس الأولى 11-12. على أرض مصر جالنا كروز عظيم أمين، وصل لينا الكنيسة عاشت طول السنين. على أرض مصر جالنا كروز عظيم أمين، وصل لينا الكنيسة عاشت طول السنين. ماري مرقس بشرنا بخلاص